هاتاي بإقليم اسكندرون في تركيا. ودف جد عبد المجيد التبون الثامن اسمه بوراك بن كيفاش بن سشيفيتي. فهمت علي؟ هذا اللقب الكامل، الشجرة الكاملة لعبد المجيد تبون. أنا وين غلطي بالموضوع؟ تعال واحد يخلطني يقول لي أنت يا سفيان كذا كذا كذا، روح مخلطة من النساب اللي موجودين بالكويت، أنا ما له علاقة. هم تعال يقولون كنيته بن أوغلو بن أنجين ولد بهاتاي بن بوراك، جده الثامن اسمه بوراك، مو بوراك الطباخ، بوراك التراك يسموه بوراك، اسم بوراك لأنه أخذوا كلمة بوراك من إيش؟ بوراك. ممكن نتكلم معاك؟ يا بابا زيد، والله شوف أخي أنت نورمالمون كما تقول تسمعنا. اضحك على بالك الزراعية. المشكل خلينا ما تطفي المايك. خلينا نهضر المغرب. واخا يا جزائري واخا تضحك عليك سوريا. بصحته السوري لا أقسم بالله لا يا يكون التاريخ ما يرحم. ابو زيد انت لا والله انت الشرع الثاني اقسم فيها عدل. أصلا الشرع الثاني ما حكي سالفة بوراك كل واحد ساكن بأوروبا يعرف بوراك يشتري متراك. يا بابا زيد ولا ما اعرف شو اسمك انت، والله التاريخ لا يرحم. على تاريخ تسعد الشرعي اقسم بالله احنا ولا مستانسين معاك اقسم بالله. رانا نضحك خاطر ما دوك تعود عندك نسبة مشاهدة كبيرة ويحتفلوا بك. ابو مريم دقيقة اسمع نهضر معاك ابو زيد. انت تاع كنافة، اسكت احكي في الكنافة. انت يهودي، انت اصلك يهودي، احكي في الكنافة تجي عليك. انت منافق، انت اسعد الشرعي الثاني، انت منافق. ودير في بالك التاريخ اليوم انت تعيش لك في المقعد تاعك. انت بلادك سمحت فيها هربت منها، جيت ترزق. انت اكبر منافق، بنت على حقيقتك. صح الجزائريين ما يستحقوش الحماية يا المنافق. شوف نقول لك حاجه اقسم بالله، غير نعيش لك في اللايفات هكا، نعيش لك في اللايفات، غير نصمت لك اللايفات تاعك. ومين ندير لايف راني لاصق لك في السطح. انا ما نسبش، راني يعرفوني الجزائريين، مي بصح نكره لك حياتك، نكره لك حياتك. شو اسمه بوراك، واحد يسمي يا أخي، واحد يسمي امرؤ القيس، واحد يسمي الزير، واحد يسمي معاوية. هو جدي بوراك، الله يخرب بيتي إذا جدي بوراك. الجد من لجدي هالجد. ناس تتباهى بجده معاوية، ناس تتباهى بجده الحسن والحسين، واحد يتباهى بجده اسمه بوراك. يا فضيحة الفضيحة، هذا مضحكني والله. وين الاخ الجزائري؟ تطلع النوم بطلع على السطح، ظل اطلع على السطح 10 سنين ما عندك مشكلة. جدك موراك شو يطلع منك؟ ايش بدينا بالمشهد. والله يا غالي جد بوراك ما له على غالي بطل، مشان ما حد يزعل مني بنوب يقولون سفيان تكلم وسفيان ورحمة الله وبركاته. أنا حبيت رسالة الجزائريين يسجلوا المقطع، يعني عيدنا نسب تبون، فهمت؟ خليهم يسجلوا، والله سنجعل منك ميمز حقيقة يا سفيان. هو راح عادلك اياه مليحة. هو عبد المجيد بس دقيقة عاود دقيقة ومن بعد عاود سجلوا يا جماعة، سجلوا وهبطوا. هو عبد المجيد بن محمد بن عثمان بن تبون بن باريش بن شاناي بن آكين بن أوغلو بن أنجين، ولد أنجين فيها تاي ودفن فيها، جده اسمه أنجين ودفن فيها. بن بوراك جده الثامن بوراك بن كيفاش بن سشفيتي من الشجرة. يا الشجرة هذا هو النسب.
والله هذا نسبه يا غالي من الكويت. انا من علاقه مشان ما تقولون سفيان، هذا النسب جي من الكويت من دار النسابه. يا جماعة سجلوه والله غير سنجعل منك ميمز على بالك يا أبو سفيان. ما لي علاقه يا اخي. يا اسكندر حبيبي، نعم. سولفني باكاديمي وباحترام. معليش سفيان ما له راح علاقه. أكاديمية. شوف سفيان ما له علاقه. هذا من دار الانساب. بس لحظه، هذا من دار الانساب بالفروانيه. ترى يقولون جده بوراك وجد صراحه. حقيقه اذا اسالك سؤال الان تفتري الجزائر كلها، كل الجزائر اتحداك اللي مساحتها 2 مليون و382 الف كيلومتر تلقى واحد اسمه تبون. مليح. تعطيني ان نتكلم برك. معلش اتحداكم تحدي يجيبوا لي من نفوس الجزائر شخص اسمه تبون غير عبد المجيد تبون. مليح، شكرا. قسم بالله العلي العظيم اكبر نسبه اسماء تبون هي موجوده في طرابزون وباقليم هاتاي. مليح. شوف المهم يا جماعة اللي سجل المقطع هذا يهبطوا. قال هذا هو رد أبو يزيد على الدمير لما أنا ما رديت يا أخي، أنا ما رديت على الدمير. لا هذا أنا ما رديت على الدمير. أنت اجتهدت على الدمير حقيقة. يا أخي ما اجتهدت، أنا ما اجتهدت. الدمير الزلمة طلع معي 5 دقائق وتيسر. الزلمة طلع احترمه على رأسي، ما يقدر عنده مصادر. قال لي روح على اليوتيوب. معليش لا معليش، أنا مش رسالتي لك يا أبو سفيان، يعني شكرا أنت أعطيت النسب. مع المهم كي تنزلوه قال هذا هو رد ابو يزيد على نسب الدومين لما تحدث على نسب محمد السابق. والله راح ندير منك ميمز حقيقه، يعني ضحكتني يا غالي. شوف ابو سفيان، على بالك شوف نسب تبون حتى كون من المريخ من المشتري لا يهمنا. الرد على دومير كان في البث يا اخي، والبث مسجل عندك في الجزائر وبالمغرب بكل مطرح. طلع معي ربع ساعه، طلبت منه مصادر قال لي انا ما عندي مصادر. منين اجيب لك مصادر؟ قلت له مو انت عملت بحث؟ قال عملت بحث. قلت له اذا مصادر؟ قال لي روح على اليوتيوب مسجل. هو مو بحاجتي لا احد يسجل ولا شيء، بل اليوتيوب تعبى. تفضل اخوي دكتور. السلام عليكم أخي، تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي؟ الحمد لله رب العالمين بخير. تابعت لقائك مع المدعو دومير، وفعلا أنا كنت دائما أقول أنه لا يعتمد منهجية في اللاجئ. في لاجئ حرب ولاجئ جوع. لاجئ الحرب حين هدد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقتل هاجر من مكة إلى المدينة. وبالنسبة لسوريا يا أخي ترى من كل عائلة فيها 6 شباب 7 شباب هاجر واحد حتى يشتغل ويبعث لأهله مصاري. هاي أول شيء. ثاني شيء يا أخي العزيز، أنا والله ماني لاجئ. يا أخي العزيز أنا والله ماني لاجئ، وعازمك على افتتاحه ب21/7، وعندي محل بدريسدن وبكومبلنز وبماينز وبكل مكان عندي الحمد لله رب. هاي أول شيء. ثاني شيء أقسم بمن حل القسم، الآن أركب السيارة، لو إني بألمانيا أركب السيارة وأروح لك على محطات القطار نلقى لك الجزائريين حراقة جايين من صربيا أمام محطات القطار، ويجون الشباب السوريين يأخذونهم ويطعمونهم. نسبة اللاجئين الجزائريين في فرنسا فقط 8 مليون. نسبة اللاجئين الجزائريين في سوريا قبل الحرب 600 ألف. نسبة الجزائريين في تركيا أكثر من 300 ألف الآن أنا وعلى اسطنبول القاهم بشوارع اسطنبول مرميين. نسبة اللاجئين في صربيا حدث ولا حرج. نسبة اللاجئين في كريت، في خانيا، في اليونان، سالونيك، أثينا، أقسم بالله العلي العظيم وين ما تروح تسمع بإذنك قلت يا طحان كلهم جزائريين لاجئين. تروح على اسبانيا البارحه يروح السياح على مايوركا، الشعب الاسباني كله قايم مظاهرات ضد اللاجئين الموجودين في مايوركا. طيب الان انت ما خشيت على نفسك لما قلت لي لاجئ؟ انت اللي تملك ثالث اقوى احتياط قاس في الوطن العربي بعد مصر والمملكه العربيه السعوديه وقطر، ثالث او الرابع. فهمت علي؟ ليش قاعد تلجأ انت؟ مسألة نفسك تروح بعثة دبلوماسية؟ أنت لاجئ صغير، ليس لاجئ، أنت مشرد. المشرد معي، أنت مشرد جوعان. فهمت علي؟ تفضل. من هنا وهي شرد قاسي. احترمتكم الأخير، احتياط احترموني يا أخي بدي عروسكم. تفضل أخوي العزيز. لو كانوا دارسين أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام على الشام وعلى سوريا لا يقول عنك لاجئ.
يا اخي انا يا زلمه أنا والله احترم كل الجميع سبة احترم. يعني التي اصبحت سبه يعني وتنقص من ساعتها. يا اخي اقسم بالله العلي العظيم الشباب السوريين بوهران وبالعاصمه وبكل منطقه بالجزائر فاتحين مطاعم ومشغلين. انا عارف صديقي بوهران حتى فاتح عندنا في مطعم المغرب عنده أخي، حتى 13 عندنا في المغرب. عنده 13 شاب جزائري تعال يشتغلون. 13 شاب جزائري تعال يشتغلون عنده بالمطعم. والله يا شوف اخي وش حتى في يسوون بس المغرب وشوف المدينه التي اعيش فيها مطعمين سوريين يعني، واخوه مشرفين مكرمين يعني ونحبهم يعني. سولفة كلمه سولفة حضورك. يا نعم دكتور أخي. يا دكتور أنا ما نافقك ترى، أنا ما نافقك. لربما أعطي على المغرب تاريخيا وأقول إنه ناس من المغرب ناس عندها جهل ومسوين حالهم مؤرخين، بس أقسم بمن حل القسم متكلم أنا وأعز صديق لي دكتور تاريخ. قلنا هالشعب هذا رغم أن دخلنا بتاريخه كثير يحرم إذا جاني واحد مغربي على الخاص وقال لي فعلت اللي تكتك، يحرم إذا شفت واحد مغربي قال على سوري لاجئ. أقسم بالله العلي العظيم ما شفت مغربي قال على سوري لاجئ. وعلى فكرة أغلب شعبين أنجح شعبين بأوروبا الآن اللي موجودين العربيات السوري والمغربي. وين ما تروح مطاعم سورية مغربية، محلات سورية مغربية، أطباء سوريين مغاربة، منتجات سورية مغربية. فهمت علي؟ لأنه هالشعبين فعلا هم كل أعطيك التحية. مثال فقط بسيط، أنت تعرف مطاصف بوليتكنيك في فرنسا مثلا. الله العلي العظيم اني طالع بطياره سويسريه قبل 7 ايام. اقسم بالله العلي العظيم ركبت بالطياره عن بوابه الطياره يشهد علي الله المضيفات لابسات احمر. هذا يقول لك يشهد علي الله اني ما تعدكت لسوف الصدق. عندما دخلت الحقيبه طلعت عن الطياره انه كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير. قلنا الاربع بنات والشاب كلهم مغاربه. قسم بالله العلي العظيم شيف المضيفات شيف المضيفين والأربعة كلهم مغربيات بالخطوط السويسرية. يشهد الله حتى قلبي فتح. الحمد لله أخي. نعود فهمت علي؟ لا بالله شعب والله والله لا موير. يعني مين معقول الشخص حاصل على أعلى وسام بالدولة بالنسبة للتاريخ وما التاريخ ويطلع معاي أطلب منه مصدر يقول لي روح على اليوتيوب. يا أخي أنا أتوقع أنا خلاف إنه واحد متلبس باسم دومير أو طالع بحساب جدا. أسألك ما أعرف. يعني هذا دومير قال في إحدى لقاءاته التلفزية أن مدينة مكناس المغربية جزائرية، ومدينة مكناس موجودة وسط المغرب كله. عندما سئل لماذا قال لأن هناك قبيلة جزائرية استوطنت في مكناس، وبالتالي مكناس نفسها جزائرية. يعني اي منهج اي طريق يعني على ما تعتمد حتى يقول ان مدينه وسط المغرب هي جزائر. يعني أنا متوقع إنه أستاذ دومير. يعني